لمدينة تطوان، والمقرر إجراؤه يوم 7 من شهر مارس القادم. أن هذه التظاهرة الدولية سوف تعرف مشاركة أجود العدائين في نصف الماراثون، وأيضا سوف تتميز بتكريم نجمين كبيرين، سعيد طويطة وكريم العالمي والزميل الصحفي نجيب السلمي. مدينة تطوان ستحتضن نصف الماراثون الدولي الأول يوم 7 مارس 2010 بمشاركة أفضل العدائين الأفارقة والأجانب. هذا ما أعلنت عنه اللجنة المنظمة خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء. وستعرف هذه التظاهرة تكريم عدد من الشخصيات الرياضية المنتمية لمنطقة شمال المملكة. نظرا للفراغ الرياضي اللي كتشهد المنطقة بصفة عامة من ناحية ألعاب القوى، ارتئينا احنا كنادي اف سي تطوان باش ننظموا هذه التظاهرة هذه لإعطاء إشعاع جديد لمدينة تطوان وصورة جديدة عن مدينة تطوان. اللي تنتمنى هو العدائين يكونوا في كامل اللياقة ديالهم، باش على الأقل نديروا واحد التوقيت اللي يخلينا ندخلوا حنا للحاضرة ديال السباقات الكبيرة العالمية. اللجنة المنظمة تنتظر مشاركة حوالي 3000 عداء من مختلف الدول الإفريقية، بالإضافة إلى أفضل العدائين المغاربة. تظاهرة يرجى من تنظيمها إعطاء إشعاع رياضي لمدينة تطوان. إذن الكل سوف يتابع باهتمام كبير الدورة الأولى لنصف ماراثون الدولي الأول لمدينة تطوان. نتابع